في صفحات التاريخ اللي مش كل الناس تعرفها دايما في حكايات بتختفي بين السطور، قصص عن ملوك ومعارك، شعوب وأحداث غريبة. كل حدوتة فيها سر، وكل سر وراه حكاية. مع بعض هنغوص في أعماق الزمن ونعرف حكايات ما اتقالتش. قصة احتلال نابليون لمصر واحدة من أهم الأحداث التاريخية اللي سابت أثر كبير على البلد والمنطقة كلها. نابليون بونابرت القائد الفرنسي الشاب الطموح كان عينه على مصر لعدة أسباب. هو ما كانش بس بيحلم بفتح بلد جديدة، لكن كان عايز يقطع الطريق على البريطانيين اللي كانوا مسيطرين على التجارة مع الهند، وده هيديله فرصة أكبر للسيطرة على التجارة العالمية. في 1 يوليو سنة 1798 أسطول نابليون بيوصل لشواطئ اسكندرية بعد رحلة بحرية طويلة عبر البحر المتوسط. المصريين وقتها كانوا تحت حكم المماليك اللي كانوا في الحقيقة ضعاف ومنقسمين داخليا رغم مظهرهم كحكام أقوياء. المماليك ما كانوش على دراية بالتهديد الحقيقي اللي جاي من جيش منظم زي جيش نابليون اللي كان بيستخدم تكتيكات عسكرية حديثة وأسلحة متطورة. أول مواجهة حقيقية حصلت في 21 يوليو سنة 1798 في معركة الأهرامات. دي كانت لحظة حسم، لأن نابليون ساعتها استخدم تكتيك مميز جدا اسمه مربع المشاة، وكان هدفه حماية جنوده من الهجمات السريعة اللي بيستخدمها المماليك. المماليك اللي كانوا بيفتخروا بمهارتهم في القتال على ظهر الخيل ما كانوش مستعدين ابدا يواجهوا تكتيكات حديثه زي دي، واتهزموا بسرعه كبيره. نابليون بنفسه وصف المعركه بانها انتصار ساحق، وفيها قال مقولته الشهيره لجنوده: من فوق هذه الاهرامات 40 قرنا من التاريخ تنظر اليكم. بعد انتصار نابليون المصريين في البدايه ما كانوش فاهمين كويس اللي حصل. الفرنسيين ما كانوش مجرد غزاة عاديين، لكنهم جابوا معاهم علماء وفنانين وباحثين مهتمين بدراسه كل شيء في مصر، من الآثار الفرعونية لأساليب الحياة المصرية اليومية. العلماء الفرنسيين دول شكلوا جزء من الحملة العلمية، ودي كانت حملة موازية للحملة العسكرية، واللي انتهت بإصدار موسوعة ضخمة عن مصر اتسمت وصف مصر، وما زال لها أثر لحد النهاردة في دراسة الحضارة المصرية. على صعيد آخر، الإنجليز اللي كانوا شايفين الحملة الفرنسية تهديد لمصالحهم في المنطقة بدأوا يتحركوا بسرعة. الأميرال نيلسون قاد الأسطول البريطاني وهزم الأسطول الفرنسي في معركة أبو قير البحرية في 1 أغسطس سنة 1798، واللي كانت ضربة قوية لنابليون. وكمان بعدها على طول الشعب المصري ما قدرش يقبل الاحتلال بسهولة. واحدة من أقوى لحظات المقاومة كانت ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر سنة 1798. المصريين نظموا نفسهم وقادوا انتفاضة ضد الفرنسيين. الشوارع ضاقت على الجيش الفرنسي والهجمات جت من كل مكان. نابليون اضطر يواجه الثورة بكل عنف، وأصدر أوامره باستخدام مدفعية ضرب أحياء القاهرة اللي فيها تجمعات الثوار. الثورة انتهت، لكن حماس الشعب للمقاومة ما ماتش. بعد فترة نابليون اللي كان شاب طموح وعايز يسيطر على حكم فرنسا قرر انه يسيب مصر ويرجع فرنسا في 23 أغسطس سنة 1799، وساب الجيش بتاعه في مصر تحت قيادة جنرالاته. الفرنسيين حاولوا يكملوا السيطرة على البلد، لكن الأوضاع كانت بتزداد سوء يوم بعد يوم. الإنجليز تحالفوا مع العثمانيين والمماليك عشان يطردوا الفرنسيين من مصر. في النهاية الحملة الفرنسية انتهت بالفشل في سنة 1801 بعد ما انسحب آخر جندي فرنسي من مصر. لكن الحملة الفرنسية كان ليها آثار كبيرة على مصر، مش بس بسبب الآثار العسكرية والسياسية، لكن كمان بسبب التأثير الثقافي والعلمي اللي حصل. العلماء الفرنسيين اللي جم مع نابليون سابوا وراهم أبحاثهم ودراساتهم عن مصر، واللي ساهمت في إحياء الاهتمام الأوروبي بالحضارة المصرية القديمة، وخاصة بعد اكتشاف حجر رشيد اللي كان المفتاح لفك رموز اللغة الهيروغليفية على إيد العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون بعد عدة سنوات. كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.